الشمل المبارك، كل حسب فكره وانتمائه ونسبه ونسله. السلام والأمان عليكم ورحمة الله التي وسعت كل شيء. تحت شعار حتى لا يموت الشعر فينا، يقيم منتدى خانقين للشعر الشعبي أمسيته الشعرية والشهرية بالتعاون مع دار الشهيد سلام الثقافي، وذلك بمشاركة نخبة من شعرائه الملهمين والمبدعين، بالإضافة إلى ضيوف شرف هذه الأمسية الذين قطعوا مسافة بعيدة ليشتركوا معنا بدعمهم لهذه الأمسية المتواضعة. لنرحب بهم كثيرا، كل من الأستاذ والشاعر جليل العزاوي، والشاعر التركماني أدهم قزرباطلي، ونائب رئيس جمعية صدى الإحساس فرع ديالى ابن مدينة بعقوبة الشاعر المبدع قاسم الربيعي، ونقول لهم ولكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا. والشكر الكبير للأستاذ خليل الأركوازي مدير المركز الثقافي على فتح قلبه قبل مركزه لإتاحة هذه الأوقات الجميلة. قبل البدء بالقراءات الشعرية، فضلا وليس أمرا، فضلا وليس أمرا، ضعوا الحديث جانبا وضعوا الهاتف صامتا واستمعوا لكل الشعراء، لجميع الشعراء الذين يرتقون هذه المنصة، إن كان صغيرا أو كبيرا، إن كان مبدعا أو مبتدئا، أنتم من يحمل هذه الأمسية إلى بر الجمال والدهشة. بداية نستذكر بعض الأبيات الخالدة للشاعر الراحل سمير صبيح، ويقول: قليل عيون تخجل من تشوف جروح، وصلفة الباقية وما تستحي وكحة، شنه الفي وبالغ وامدح الصفصاف، الما يطرح ثمر ما بالغ بمدحه، ماشية النهر بس ما صرت ناعور، ورافقت الفرح بس ما ضقت، ورافقت الفرح بس ما ضقت ربحه، وشاركت الحزن والعمر راس المال، وحكاية بخت شبعان من ربحه، مثل الخيط عايش والحياة حظوظ، لو تسكن شمع لو تسكن بسبحه، والعود عوج ظل عوج يلقيه، والعود عوج ظل عوج تلقيه، إيش ما تطلع شمس ما تقدر تصلحه. بداية من شاعر شاب مبدع يمتزج